اهلا بيكم. تعالوا النهارده بقى عامله لكم وصفه حلوه جدا للعيد. هنعمل مع بعض فتة العيد بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا. شايفين الفته حلوه ازاي؟ شايفين بجد؟ ايه رايكم؟ وكمان مكوناتها بسيطه جدا. شويه طبقات من العيش المحمر والرز الابيض والصلصه ومكعبات اللحمه عملوا لنا احلى واجمل والذ فته ممكن ناكلها في حياتنا. وكمان انا عامله الوصفه دي للناس بقى اللي بتحب اللمه في العيد وبتحب تعمل الاكلات الحلوه دي، فمتاكده ان الوصفه دي هتعجبهم جدا. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف انا عملتها ازاي. اول خطوه هنبتدي نسلق اللحمه. هنحط مكعبين من الزبده ونسيبهم يسخنوا كويس قوي، ونحط عليهم شويه من الزيت وننزل بمكعبات اللحمه قطعه قطعه، وبين كل قطعة والتانية هنستنى حوالي ثانيتين علشان اللحمة ما تجيبش المية بتاعتها. هنتبلها بقى بشوية من الفلفل الأسود وده مهم جدا. هنسيب اللحمة على الجنب ده حوالي دقيقتين لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف، ونقلبها على الجنب التاني برضو لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف جدا. هننزل بقى ب3 ورقات من اللورة وحبهان وقرنفل، وكمان هننزل بجزر وبصل، وهنقلب كويس قوي لحد الريحة ما تطلع كده. وعايزة اقول لكم الريحة كانت خطيرة هنا. هننزل بقى بالمية، ولازم المية تغطي اللحمة، وكمان لازم المية تكون سخنة جدا. هنقلب كده تقليبة وهنغطي الحلة وهنركنها على جنب على نار هادية تستوي. في حلة تانية هنحط شوية من الزيت، وهنحط كمان 3 مكعبات من الزبدة. وعايزة اقول لكم ان الزبدة هنا مهمة جدا، هتخلي طعم الرز حلو قوي. هنحط كمان كوبايتين من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس قوي، عليهم ورق لورا وحبهان وقرنفل. هننزل بشوية من الملح وشوية من الفلفل، وكمان هننزل بكوبايتين من مرق اللحم، ولازم تكون مرقة اللحمة دي المية بتاعتها سخنة جدا. هنقلب كده تقليبة علشان نتأكد ان المرقة غطت الرز كله، وهنهدي النار ونغطي الحلة ونسيب الرز يستوي على جنب. هنروح بقى للخطوة اللي بعد كده. هنجيب صينية نحط فيها شوية من الزيت، وهننزل بقى بمكعبات العيش البلدي قطعتها، وهننزل بقى بالعيش البلدي قطعته مكعبات زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. هنتبل العيش البلدي ده بشوية من التوم الباودر وشوية من الملح لو انتوا حاسين ان العيش طعمه عادب. هنحط شوية من الفلفل الاسود كمان. عايزة اقول لكم ان العيش البلدي افضل عيش ممكن تعملوا بيه الفتة. هحط كمان 4 مكعبات من الزبدة ومش هقلبهم، هدخلهم كده الفرن وهم هيسيحوا وهيخلوا لون العيش ذهبي ومتحمر كويس جدا. هنروح بقى نعمل الصلصة. هنحط مكعب من الزبدة هنسيحه كويس قوي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. نحط عليه كمان معلقة من الزيت، وننزل بمعلقة كبيرة من التوم الفريش، ولازم بقى يكون التوم ده مفروم فرم ناعم. هنقلبه كويس قوي لحد بس ما يبتدي ياخد لون ذهبي خفيف جدا. هنزل بكوبايتين من صلصة الطماطم، وانا كنت عملتها في البيت. هنزل عليهم بكوباية من المية علشان اظبط القوام، وهقلب كويس قوي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هتبل بقى بشوية من الملح، شوية من الفلفل الأسود بساط جدا، شوية من الكزبرة الناشفة، وهقلب كل ده مع بعض وههدي النار طبعا، وهسيب الصلصة تتأثر ويبقى قوامها زي ما هتشوفوه معايا. هنرجع بقى للعيش. شايفين العيش بعد ما طلعته من الفرن لونه ذهبي وجميل ازاي؟ هدخله بس كمان شوية. وحدات العيش اللي لونها ابيض دي محتاجه انها تتحمر شويه كمان، وخدوا بالكم لازم تكون النار هاديه على العيش علشان ما يتحرقش. هنرجع بقى للصلصه. شايفين الصلصه اتأثرت ولونها بقى حلو قوي وقوامها بقى جميل. هنشيلها بقى من على النار ونروح بقى نبص على الرز. هنلاقي الرز استوى وشكله حلو قوي ومفلفل. ونروح بقى نبص على اللحمه في الاخر خالص، هنلاقي ان اللحمه استوت وبدايبة دوب. يا جماعة يا جماله يا جماله، دايبة قوي، وكمان المرق لونها حلو قوي. هناخد كده من المرق وهي سخنة وننزل بيها على العيش. مهم جدا الخطوة دي، وما تحطوش مرق كتير قوي على العيش علشان العيش ما يبوش منكم او ما يبقاش كله يعني مرق. خلوا قوام العيش متماسك شوية. هنبتدي بقى نحمر اللحمة شوية من السمنة والزيت، وهحط مكعبات اللحمة هسيبهم شوية يتحمروا لحد ما ياخدوا لون ذهبي. شايفين بقى اللحمة قوامها متماسك ازاي، وفي نفس الوقت دايبة
خالص ومستوية. كل ده علشان حمرنا أو شوحنا اللحمة قبل ما نبتدي. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ وهنبتدي بقى ان احنا ناخد اللحمة الجميلة بتاعتنا دي، وهنبتدي ان احنا نسيرفد الطبق الخطير الجميل ده. هناخد بقى العيش اللي احنا حمرناه وحطينا عليه مرقة اللحم، وشايفين بقى لونه وشكله حلو ازاي رغم ان احنا حطينا عليه مرقة اللحم، الا ان قوامه حلو جدا ومتماسك ولونه حلو جدا. هبتدي كمان ان انا انزل بالرز اللي انا عملته كله، وشايفين بقى الرز مفلفل ازاي وحلو وحباته متباعدة عن بعضها وشكله حلو جدا. قدموا بقى الطبق ده بالشكل والطريقة اللي انتوا حابينها. انا بحب اقدمه بالشكل ده، بالشكل الجماعي ده، ونتلم بقى يوم العيد ونعمل الوصفة الخطيرة اللي طعمها يجنن دي. حطيت بقى شوية من الصلصة، وعايزة اقول لكم شكلها حلو جدا. حطيت عليها بقى قطع اللحمة اللي انا حمرتها، وبصوا بقى الجمال يا جماعة، بجد دي مش وصفة، دي لوحة فنية. زودت كمان شوية من الصلصة، وهبتدي بقى ان انا اعمل الطشة، ودي هتكون اخر خطوة معانا. هنحمر شوية من التوم الفريش، وهنقلب كويس قوي لحد ما ريحته تبدأ تطلع ولونه يبقى ذهبي خفيف جدا. هنحط شوية من الكزبرة الناشفة ونقلب بسرعة بسرعة جدا. حط كمان شوية من الشبت الأخضر، وممكن تستغنوا عن الشبت الأخضر في الخطوة دي، بس أنا بحب أحطه. هنحط كمان شوية من الخل، وهنقلب نقلب بسرعة جدا، ونحط شوية من الملح علشان نظبط الطعم، وناخد الطشة دي وننزل بيها على اللحمة. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ وهنزين بقى الطبق الجميل الخطير بتاعنا ده بشوية من الشبت الأخضر. شايفين بقى الجمال الطبق وحلاوته؟ مش محتاج بجد ان انا اتكلم عنه خالص. جربوا الوصفة دي، متأكدة انها تعجبكم جدا. وكل سنة وانتوا طيبين.